بصوا بقى يا جيش النجوم الاعزاء. انمي النهارده حاجه كده شغل عالي برتغالي، يعني فاخر من الاخر، فيديو بجوده اصليه وتلخيص بطريقه مصريه. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه علشان نستمر معاكم. ويلا بينا نبدا. ده هو شاب فقير غلبان وكحيان، يكسب قوت يومي عن طريق شغلانه تورثها ابا عن جدا، واللي هي عراف، يعني دجل وشعوذه وقرايه الكف وما شابه. كل يوم والتاني بياخد له علقه محترمه من بنت شكل، بسبب انه بيكون صادق جدا معاهم في الامور اللي هتحصل لهم، وده بيخليه متنقل من مكان للتاني. ما حلتوش غير حبة كراكيب ولوحة اتورثها عن طريق أجداده، ومن الواضح كده مهمة بسبب إنها هدية من الإمبراطور. في يوم أجازته يعمل على صيانة الأجهزة والحواسيب، بس هو ما بيكونش معاه فلوس علشان يشتري القطع المطلوبة للصيانة، فبيضطر إنه يروح لمكب النفايات علشان يدور على القطع دي. في يوم من الأيام وهو هناك بيلاحظ بوجود حد هناك، بيظهر اتنين وهما بيتخانقوا، والظاهر كده إنهم بيعرفوا يستخدموا السحر. بيكونوا الاتنين دول عبارة عن شاب مشهور وشكله ابن ناس، أما الشخص التاني بيكون عبارة عن شبح لبنت، والظاهر كده إنها شريرة. وبيلاحظ الشاب المشهور ده واللي بنعرف انه اسمه شين ان بيقدر يشوف شبح البنت دي، وده معناه انه عنده قدرات خاصة. بيسأله عن اسمه وبيقول له ان اسمه بيخلص القتال، وبينما ذاهب يسرح في ملكوت الله اذ بشاحنة كبيرة تصطدم به وتنهي حياته. بيظهر بعد كده في المستشفى وبيكون مفكر انه لسه عايش. بيعرفوا شين انه ميت، والدليل انه جثته موجودة قدامه. بيتصدم من كده وبيفضل يعيط، وبيكون مش مصدق شين، بس بيلاقي خبر وفاته ظاهر على التلفاز وبيقتنع بكده. وبيعرفوا شين ان هو دلوقتي روح، ومعنى كده ان مفيش حد يقدر يشوفه من البشر. طب ازاي شين قادر يشوفه بالرغم انه بشري؟ ده اللي هنعرفه بعد شويه. شين بعد كده بيبدا يشرح له ان الروح دي موجوده لفتره معينه، واللي هي 7 ايام، وخلال ال7 ايام دول لازم يعمل عقد ارواح بينه وبين اي بشري يختاره، ولو ما عملش العقد ده خلال ال7 ايام الارواح الشريره هتاخده لنيران الجحيم الخالده. طبعا زي الحمار مش فاهم اي حاجه. فبيعرفوا شين ان عقد الارواح ده بيربط الشخصين ببعض، يعني باختصار كده بيكون ظل الروح. وبيطلب شين من ان يكون الظل بتاعه، بس بيرفض وبيقول له لا يا عم، ولا اربط روحي بروحك ولا الكلام ده، انا عاوز اموت موته طبيعيه وخلاص. ومعنى كده ان الارواح الشريره هتاخده معاها. بيلاحظ انه بيقدر يطير بعد ما تحول لشبح. بينبهر بكده وبيكون عامل زي اللهبل بالظبط، فبيتعصب عليه شين وبيقول له انا بتكلم بجد، انت فعلا هتختفي بعد 7 ايام لو ما عملتش عقد الارواح ده. وبيكون مش مهتم بالموضوع لحد ما بيفتح عينه وبيلاقي شبح من الاشباح الشريره دي باصص عليه. الواد طبعا بيخاف من الشبح ده، وبيطلع ان الشبح ده هو شبح البنت اللي كانت بتقاتل شين من شويه. بيفكر انها مجرد طفله لطيفه سهل التعامل معاها، فبتتعصب عليه وبتبعده عنها بمجرد انها بتصرخ في وشه. لو كمان بتأيده، الظاهر كده انها عاوزه تحوله لروح شريره، يعني ولا يستنى 7 ايام ولا حاجه. الواد ده بصراحه ما شفتش اسوأ من حظه. بتاخده معاها لغابه الارواح الشريره، وبيكون في ارواح كتير متحمسين انه يحولوا زيهم، بس بيوقفهم شبح البنت دي وبتقول لهم ان هو الطعم اللي هيجيب لهم شين لحد عندهم، ده لان شين عاوز يعمل معاه عقد الارواح. وبيكونوا عاوزين شين لانه ساحر من عائله عريقه، ده معناه ان عنده قوه روحيه كبيره، والاشباح لو حصلوا على القوه دي هيقدروا يتجسدوا للحياه مره تانية. بيعرفهم انه هيجيب لهم شين لحد عندهم، وبيقدر يخدعهم ويهرب. وهو بيجري بيظهر له شين مره تانية، بيطلع له خواتم علشان يعمل معاه عقد الارواح. وبيعرفوا ان الخواتم دي اسمها خواتم ملازمه الارواح، لو لبسهم هيكون ظل ليه. بيقتنع بيحاول شين يلبسه الخواتم، بس فجاه بيحس انه متغير وبيهاجمه. وفعلا بيكون شبه البنت دي متنكر على شكل وواخده رهينه علشان تهدد شين. بتهاجم شين، بس هو بيكون عنده قوه فعلا وبيتصدى ليها بكل سهوله. بيرمي الخواتم علشان يلبسها ويتم العقد بينهم، وبينجح انه يلبسهم بعد عناء كبير، علشان قوته كانت تلاشت بسبب انه كان هيتحول لشبح شرير، وبيظهر منه قوه جباره فعلا، لدرجه ان المكان كله بيتهز من كتر القوه دي، والاشباح كلها بتختفي عدا شبح البنت دي اللي بيخلص عليها شين بنفسه. وبنعرف ان البنت دي كانت سفاحه في حياتها السابقه، وبيجي اتصال لشين وبيعرف انه هيخرج معاه لاول مهمه ليه، وبتكون المهمه دي انهم هيجيبوا خطيبه شين من المطار. وبيكون شين حد جدا في كلامه معاها، والظاهر كده انه ملوش في جو اللطايف والقطايف مع البنات. بيركبوا العربيه وبيمشوا، وبنعرف ان البنت دي واللي بالمناسبه اسمها شيو قادره انها تشوف ده لانها ساحره وكده يعني. وبتعرفوا كمان ان كل العيله هتقدر تشوفه، ده لانهم كلهم سحره، وده هو السبب اللي كان مخلي شين قادر يشوف بعد ما تحول للروح. وبتكون لطيفه جدا وفرحانه علشان شين بقى عنده ظل لروحه، بس شين بيكون تصرفاته حاده جدا معاها، وبسبب كده بتقرر انها هتبات في فندق ومش هتروح معاه. بيوصلها للفندق وبتسيبهم وتطلع، وبيطلب شين من ان يعرف شيو انها معزومه على العشاء معاه بكره في المنزل بتاعه. بيطلع لها بيعرفها على اللي شين قاله، وبيظهر شين وهو بيقاتل بعض الاشباح، بس في شويه منهم بيهربوا ويدخلوا لغرفه شيو، وبيقدروا يسيطروا عليها وبيطلبوا منها انها تخلص على بنرجع في الاشباك بالزمن لذكريات شيو، وبنعرف ان الكل كان بيتنمر عليها، وان شين كان حاد جدا في تصرفاته معاها من صغره، علشان كده الاشباح استخدموا الثغره دي علشان يسيطروا عليها. وبيظهر شين وبيقدر انه يخرج لارض الواقع، والاشباح بتهاجمهم بس شين بيقدر يتفاداهم.
بيعرف شين يو انه مش هيقدر يستخدم قوته ده لان شيو بشرية، وهو مش بيستخدم قوته الا مع الاشباح بس. بيسأل يو عن نوع السلاح اللي بيعرف يستخدمه، بيقول له انه بيعرف يستخدم السيف فبيصنع له واحد، وبيكون السيف ده سيف سحري بيقدر انه يخلص على الاشباح الشريرة، وبيقدر يو انه يخلص على الارواح الشريرة دي بضربة واحدة. وبيطلب شين من شيو انها تيجي معاه للبيت ده لان الوضع هنا خطير. بيركبوا العربية وبعد فترة بيبدأوا يدخلوا في املاك العيلة واللي بتكون كبيرة جدا، وبالمناسبة شين هو الحاكم بتاعها. بيدخلوا البيت اللي بيكون عبارة عن قصر كبير جدا، وبيكون رئيس الخدم والخادمات في انتظاره، والكل بيكون فرحان جدا برجوع شين بعد ما ابرم عقد الارواح وبقى عنده ظل لروحه. بس ده على عكس ولاد عمه اللي بيكون باين انهم مش فرحانين خالص، والظاهر كده وراهم حاجات كتير. بيروحوا علشان ياكلوا وبتكون جدة شين فرحانة جدا بيو. بعد كده بيروح شين علشان ينام، بس يو بيفضل صاحي وده لانه روحه مش محتاج نوم وراحة يعني، وبيكون حاسس بملل كبير. فبيطلب منه شين انه يخرج يتمشى، بس اقصى حد يقدر يبعد عنه فيه هو 60 متر. بيطلع فوق السطح وبيفضل يفكر في حياته الجديدة، وبينما اذ هو جالس يسرح في ملكوت الله بطلقات نارية تنقض عليه من كل جانب. وبيظهر له بنت وشاب غريب كده وبيكونوا هم سبب الطلقات دي. وبالمناسبة الواد ده اسمه تيتسو والبنت اسمها كاو. وبيطلب تيتسو من كاو انها تخلص على يو. بيقول له يو استنى بس يا عم تخلص على مين؟ ده انا عملي الاساسي هو عبادة اليوكاي، ده غير ان انا كنت شغال عراف قبل ما اموت واتحول لروح. للتوضيح، اليوكاي اسم له عدة معاني زي الاشباح والارواح الشريرة والشياطين. فبيبدأ الاتنين ياخدوا حذرهم منه ومستنيين يشوفوا قوته اللي بيتكلم عنها. بيبدأ يصرخ بصوت عالي وبيطلب من شين انه يجي ينقذه، وهي دي بتكون قوته. ويعني بيتصدم تيتسو وكاو من اللي بيعمله، وبيقولوا ازاي شين يخلي واحد ضعيف زي ده ظل لروحه. وبيطلب تيتسو من كاو انها تخلص عليه. في الوقت ده بيكون يو خرج السيف السحري اللي كان شين عمله له قبل كده، وده بفضل خواتم ملازمة الارواح اللي معاه. وبيهاجم كاو وبيقدر انه يصيبها ويقص لها حتة من شعرها. فبتتعصب كاو جدا، بيقول لها يو انت لسه شفت حاجه؟ ده انا هقطعك لاشلاء. بتتحول كاو من بنت صغيره لفتاه كبيره فاتنه الجمال، وبتقدر انها تضرب يو. وبيجي تيسو بيعرف يو ان هو كان ظل الروح شين قبل كده، ولسبب ما هو انهى عقد الارواح معاه. فبيحاول يو يضربه بالسيف بس تيتسو بيمسكه وبيقول له انت اكيد فيك حاجه مميزه علشان تخلي شين يعمل معاك عقد الارواح، علشان كده انا هتخلص منك وارجع انا ظل الروح شين. في الوقت ده بيظهر شين وبيطلب من تيتسو انه يوقف اللي بيعمله ده. فبينحني تيتسو ليه وبيقول له انا كنت جاي ارحب بظل روحك الجديد واشوف هو في ايه افضل مني علشان تعمل معاه عقد الارواح. بيقول له شين انت هتخرج من هنا بالذوق ولا خرجك بالعافيه؟ فبترد كاو مش هسمح لك انك تاذي تيتسو، ولكن مجرد ما شين بيمشي من جنبها ما بتقدرش تتحرك من مكانها. وبيطلب شين من يو انه يستناه في القصر. وبيظهر ولاد عم شين وهم مستمتعين باللي بيحصل. بنرجع لتيتسو اللي بيقول لشين انا ما جيتش هنا علشان نتخانق. فبيمسكوا شين ويرميه على الارض وبيقول له وعاك تقرب من يو مره تانية، وبيسيبه ويمشي. بنروح ليو اللي بيكون قلقان جدا على شين. بيدخل على شين وبيساله يو عملت ايه معاه؟ فبيقول له بنبره سخريه حتى لو انا خسرت هتروح تقتله انت يعني؟ بيتضايق يو من كلام شين وبيقول له انا هاخد منك كل طاقتك الروحيه واتجسد للحياه مره تانية. فبيمسك شين دراعه وبيقول له لو عرفت تفلت من ايدي انا هديك كل قوتي. وبيفشل يو انه يحرر نفسه من ايد شين. فبيبدأ شين يشرح له انهم لما عملوا عقد الارواح مع بعض تشاركوا كل ذكرياتهم زي تواريخ ميلادهم مثلا. وبيعرفوا شين انه ما يقولش تاريخ ميلاده لاي حد علشان ممكن يستخدم تاريخ ميلاده في القضاء عليه، وان هو لو مات يو كمان هيختفي من العالم ده بسبب ان ارواحهم متصله ببعض. فبيمسكوا يو بيكون مش مصدق اللي بيقوله، وبتدخل عليهم شيو وهم في الوضع ده. فبيحاول يو يشرح لها اللي حصل وانها ما تفهمش غلط، بس هي مش بتسمع الكلام وبتشيله ترميه بره. وبيقع على الارض وبيشوفوا رئيس الخدم، وبيكون يو محرج جدا. فبيقول لرئيس الخدم انه كان بيتدرب على الطيران بس مش اكتر. وبيشوف يو ان رئيس الخدم ماسك سيف في ايده، فبيساله عنه وبيبدا يشرح له ان السيف ده سيف مقدس توارثته العائله على مر العصور، وان السيف ده فيه قوه سحريه جباره، وشين هو اللي طلب منه انه يجيبه علشان هيستخدمه في مراسم الحفل. وبيظهر ابن رئيس الخدم وبيطلب من ابوه انه هيودي السيف بنفسه، ده لان جدة شين عاوزه رئيس الخدم. بس بيكون الواد ده قليل الادب جدا مع ابوه، وبنعرف ان اسمه ريتسو. بيروح علشان يودي السيف مكانه، وبيطلب من يو انه يمشي من المكان ده في اقرب وقت ممكن، ده لان شين راجل شرير وما بيصدق يو حد يفتحه. وبيقول له عندك حق، ده انا من اول ما شفته والمشاكل نازله فوق دماغي، عربيه خبطتني وتحولت الروح وبشوف ارواح شريره. وبيكون يو مش طايق شين خالص. ريتسو كمان بيعيش اللحظه وبيقول له ده يا عم مش حاجه جنب اللي حصل لي، ده علشان هو طويل وانا قصير الكل بيناديه بالسيد وبيقولوا لي يا ضفدع. ده غير انه هو متكبر ومغرور كمان، وبصراحه بيكون الاتنين مش طايقينه خالص. فبيطلب ريتسو من يو انه يقول له على تاريخ ميلاده وهو يخلص عليه. فبيرفض يو، بيتعصب ريتسو جدا وبيطلع خنجر وبيكون عاوز يقتل يو. وبيكون يو مش عاوز يقول له على تاريخ ميلاده علشان لو شين مات هو كمان هيختفي. فبيوقعوا ريتسو على الارض وكان خلاص هيموته. وبيقدر يو انه يخدعه وبيقول له تاريخ ميلاد شين هو 30 فبراير، وبيكتب ريتسو التاريخ في ورقه وبيحس قد ايه هو حمار علشان مفيش 30 في شهر فبراير اصلا. وبيحاول يو انه يهرب بس ريتسو بتظهر منه هاله شريره كبيره، وبيقدر انه يأيد
بيقيد يو بيها وبيرميه على الارض وبيغرز الخنجر في ايده، فبيتعصب يو بيستخدم السيف السحري وبيقدر انه يسيبه بيه، وبيهاجمه ريتسو مره تانية وبيقدر انه يوقع السيف من ايده وبيختفي. بيقرب منه ريتسو وبيطعنه في قلبه بالخنجر. بيفقد يو الوعي لدقائق وبيحلم بشخص جنبه فراشه، بيمشي ورا الفراشه وبيظهر له شخص تاني وهو ماسك سيف العيله المقدس، وبتقف الفراشه على السيف وبيروح يو علشان يمسكه. بنرجع للواقع وبنلاقي ان يو ماسك سيف العائله وقدر انه يسيب ريتسو بيه، وبيكون عنده قوه كبيره جدا. بيستغرب ريتسو ان يو قدر يتحكم في سيف العائله، لكن فجاه القوه دي بتختفي من عند يو، فبيهاجموا ريتسو لكن شين بيظهر وبياخد الضربه مكانه، وبيقدر شين انه يهزم ريتسو بكل سهوله. وبتدخل عليهم واحده من الخدم، واول ما بتشوفهم بتجري علشان تعرف اللي في القصر باللي بيحصل، وبيكون الكل زعلان جدا ان شين اتصاب، وبيقرر شين ان ريتسو وابوه يغادروا القصر، وده بسبب اهمال والده ليه. هنا بقى بيظهر كره جين بنت عمه ليه، وبتقول له ان يو كمان لازم يتعاقب علشان هو جرح ريتسو، وبتكون عاوزه شين يفسخ العقد بينه وبين يو، بس شين مش بيسمع ليها ومش بيتنازل عن اللي قاله، وبيروح يو لشين علشان يعتذر له انه مسك السيف. كمان بيعرفوا انه لما مسكه كان حاسس بطاقه كبيره، وبيقول له شين انت لو مسكت السيف ده تاني بايدك انا هقطعها لك. فبيرد عليه يو بيقول له انا كنت بدافع بس عن نفسي، انا حسيت ان روحي كانت بتتمزق من الطعنه بتاعته. فبيقلق عليه شين وبيقول له طب انت ليه ما هربتش؟ فبيقول له بسبب الحاجز اللي انت عامله واللي هو بتاع ال 60 متر يعني. وبيقول له شين لو حصل اي حاجه بعد كده انده عليا، وبيسيبه ويمشي. وبيكون يو حاسس بفرحه كبيره جدا، وده لان اول مره حد يخاف عليه. تاني يوم بيكون الكل مشغول بسبب ان شين هيقوم بمراسم تطهير الارض من الارواح الشريره النهارده، وبيدور عليه يو في كل مكان لحد ما بيلاقيه في غرفه تغيير الملابس، وبيقعدوا شين وبيربط له رباطه شعر جديده، وبيطلب منه انه ما يقلعهاش ابدا علشان منسوجه من شعره وهي اللي هتربطهم ببعض اكتر. بنروح لوقت مراسم الحفل، وبيرفض الحارس انه يدخل كبير الخدم وزوجته، وبتظهر جين وبتسمح لهم انهم يدخلوا، والظاهر كده انها بتخطط لحاجه. بنروح لجين وهو بيقوم بمراسم التطهير، وبيكون يو حاسس بكل حاجه هو بيعملها، وكمان حاسس بالطاقه اللي بتخرج منه. واثناء المراسم بتقاطعهم مرات رئيس الخدم، وده بسبب ان جوزها وابنها اتطردوا من القصر. فبتوقف جدة شين المهزله اللي بتحصل دي، وبيطلب شين من يو انه يروح ليه، وبيمسك سيف العيله المقدس وبيوجهه ناحيه يو. الكل بيفكر ان شين هيتخلص من يو قدامهم، وبيقول له شين ان اسم السيف ده هو راكوجيتسو، وده سيف متورث عبر العصور، وكمان السيف ده قادر انه يمحي اي شيطان مهما كانت قوته، وكمان قادر انه يمتص سحر اي شخص. والسيف ده بقى سلاحك من دلوقتي علشان تدافع بيه عن نفسك، وبيقدمه ليه كهديه. وبكده يكون شين اكمل عقد الارواح، ويو هيكون الظل بتاعه طول حياته. بيمسك يو السيف وبيحس ان في حد بيكلمه، وفي نهايه الحلقه بنعرف ان شين مش الوريث الشرعي للعائله، وان الوريث الشرعي هو واحد من الاتنين، جين او جيمي اخوها الكبير، بس علشان الجده اختارت شين فاصبح هو حاكم العائله، وده اللي مخلي جين عندها كره كبير ناحيه شين. وهنا بينتهي بارت 1 من الانمي. فلو عجبك الملخص ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار ببارت 2. والاهم من كل ده عطر بالصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. اشوفكم في حكايه جديده، والسلام.